السلام عليكم ورودي، ومرحبا بكم معايا في وصفة اليوم. ومرحبا ايضا بالاشخاص اللي اول مره كيزوروا قناتي. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. وإلا عجبتكم الوصفه فما تنسوش الضغط على الزر الاحمر، زر الاشتراك، وايضا تفعيل الجرس باش هكذا توصلوا بجديد كل الوصفات، واعجاب ومشاركه للفيديو مع الاهل والاحباب. وصفة اليوم إن شاء الله غتكون عبارة عن توم بودرة بطريقة جد سهلة ومبسطة. باش تعرفوا معايا طريقة تحضير الوصفة وأيضا مكوناتها، فما عليكم غير تبعوا معايا الفيديو إلى النهاية. ودابا بسم الله على بركة الله. المكونات: عندي رابعة ديال الثوم أو ما يعادل 125 غرام من الثوم. زولت لها القشر ديالها كله، نقيتها جيدا، ومن بعد قطعتها شرائح كتكون جد رقيقه باش هكذا كيسهل عليا تحضير الوصفه. من بعد دابا ما قطعتها قطع صغيره كيف ما كتلاحظوا معايا اولا شرائح رقيقه، كنجيب بلاطه كنوضع فيها ديك الكميه ديال الثوم اللي عندي مقطعه، وكنحاول نوزعها على الوجه ديال الطاوه كلها، وكنحاول كل وحده تكون مفرزه على اختها، كل وحده تكون بوحديتها باش تسهل عليا في الطهو ديالها. هنا كنكون شاعله الفرن من الاعلى ومن الاسفل ايضا حتى كيسخن ليا مزيان، عاد باش كنقيس عليه على نار كتكون متوسطه. من بعد كندخل ليه اللاطه ديالي وكنخليها حتى تحمر ليا هذيك الثوم، يعني تحمص ليا تولي محمصه ماشي محروقه. ان فوا يبان لكم اللون ديالها ولا دوغي كيف ما غتلاحظوا معايا دابا صافي، فكنزولوها من الفرن وكنطفيو على الفرن ديالنا، وكنغطيو اللاطه ديالنا بواحد المنديل ديال المطبخ كيكون نظيف، وكنخليوها في شي مكان في المطبخ كتكون فيه التهويه باش هكذا كتاخذ لنا الرطوبه ديال المطبخ وكتنشف لينا جيدا، باش ملي كنطحنوها كنحصلوا على ثوم بودره ناجح 100%. هنا من بعد مرور 3 ايام نشفات لينا الثوم ديالنا، صبحات جاهزه باش نطحنوها. هنا كنبدا كنطحن فيها بشويه بشويه في الطحانه الكهربائيه. وللاشاره فما تخافوش منها واخا تكون قاصحه بزاف، لان كتكون قسحت مزيان فكطحن بكل سهوله. ما تخافوش على الطحانه ديالكم، ما يوقع لها حتى شي حاجه ان شاء الله. هنا هذا هو الشكل اللي كنحصل عليه ديال بودره الثوم من بعد ما كنطحنها كلها. فكنبقى مستمره على هذا المنوال حتى كنكمل الكميه اللي عندي ديال الثوم كامله كنطحنها جيدا. فمن بعد ما كنطحنها لكم الاختيار، بغيتو غربلوها ولا بانت لكم باقا شي شوائب كتعاودوا كطحنوهم وكتعاودوا تغربلوا. بغيتو تخليوها شويه حرشه خليوها حرشه، فانا فضلت نحصل لها يعني تكون على شكل بودره، ثوم بودره. وديك الكميه اللي كتبقى عندي من بعد ما كنكون غربلتها وصفيتها كامله كيف ما كتلاحظوا معايا، هادشي اللي كيتبقى عندي ما مطحونش مزيان كنعاود كنطحنو وكنغربلو. كنبقى غادي على هذا المنوال حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله، وهذه هي الكميه اللي حصلت عليها ديال الثوم بودره. فكتجي صراحه اقتصاديه، صنع منزلي. كنتمنى الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها وتشاركوا الوصفه مع الاهل والاحباب. وفضلا الى عجبكم الفيديو ما كرهتش تشاركوه مع اصدقائكم، وايضا اعجاب للفيديو وتعليق لتحفيزي لاعطاء المزيد من الوصفات الناجحه. وكنقول لكم بسلام عليكم وفي امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.